السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعرف ازاي نعمل انشاء رابط لمجموعة انا اشرف فيها او قناة تكون بتاعتي انا الملك بتاعها او اشرف فيها. اهم حاجة يكون اشراف. طيب مثلا زي كده لو ضغطنا، انا عاملة هنا فهرس القناة، لو ضغطنا هنا كده على الفهرس واخترت مثلا ضغطت على اي حاجة، مثلا كلمة مجموعة الدورة بالواتس، كده هيجيب لي المواعيد برابط الدورة بالفعل. طيب لو قلت مثلا ميثاق الدورة، كده هيوديني على الميثاق او القانون الدورة. تمام. طيب لو انا قلت مثلا اللقاء التاسع، ضغطت هنا، ده اسمه بقى دي الروابط، ده بالفعل رابط، وبكتب بغير الرابط ده بالكلمة فبتعطيني اللون ده، مجرد ان انا اضغط عليها بتوديني مباشرة من غير ما الف وادور في المجموعة او القناة، واتوه من كتر مثلا التسجيلات عليها او المقالات عليها. كده بالفعل وداني على اللقاء التاسع الجزء التاني اللي انا اخترته. طيب انا عندي الفهرس اهو، وعايزة ازود عليه اللقاء العاشر واعمل انشاء رابط. طيب عندي هو اللقاء العاشر، بعمل ايه الاول؟ في هنا 3 نقاط على يمين اللقاء او يمين التسجيل، بضغط عليهم ضغطة خفيفة، ادخل عليها او اضغط عليها ضغطة خفيفة، ومن ضمن الخيارات او الخيار الثالث مكتوب نسخ الرابط، بدوس على كلمة نسخ، بالفعل هنا ظهر لي تحت النسخ. اروح على الفهرس بتاعي، وادي الفهرس اهو، اضغط ضغطة خفيفة او واحدة بس على على المحادثة نفسها، وليس الفهرس نفسه، لا المحادثة بالجانب كده على اي جنبها في الفراغ ده مكتوب من ضمن الخيارات دي كلمة تعديل، بضغط على كلمة تعديل وراح لي بالفعل على اخر حاجة. باخد المسافة بتاعتي اللي انا عايزة اخدها وببدأ اكتب. انا بحب احط اشكال كده، نكتب اللقاء العاشر. تمام، كتبنا اللقاء العاشر، وبعدين بعمل تحديد لكلمة اللقاء العاشر، ومن ضمن بعد ما عملت تحديد مديني الخيارات 4 خيارات، لا ماليش دعوة بيهم. اروح على ال3 نقاط يمين الشاشة وانزل كده اسفل اسفل، من ضمن الخيارات اعطاني انشاء رابط. شوفي هنا وداني فين، اعمل حذف لده واعمل ضغطة مطولة ولصق، نسخ لي الرابط اللي انا نسخته بالفعل من اللقاء. اعمل حسنا. تمام. طيب اهو شايفين كلمة اللقاء العاشر بالفعل لونها غير، وانا عايزة اعملها تكون عذرا الكتابة سميكة كده وظاهرة. هضغط تاني على ال3 نقاط، كلمة غامق، وبالفعل ظهرت عندي هنا غامقة، وكده اللقاء العاشر. تمام. طيب طب تعالوا نشوف هي كده صح ولا لا. مثلا اعمل علامة صح واروح على الفهرس، ادي الفهرس اهو معايا. لو انا ضغطت على اللقاء العاشر يا ترى هيوديني على اللقاء العاشر؟ بالفعل ادي اللقاء العاشر. طيب تعالوا كمان نعمل نسخ او انشاء رابط للقاء ال11. اديني نسخت، ادخل على يمين الشاشة وكلمة نسخ الرابط. تمام، نسخ. اعمل ايه بقى؟ عذرا، اروح على فهرس القناة ونفس الخطوات، اعمل تعديل تاني، تعديل، وابدأ اضيف المايك بتاعي او الاشكال اللي انا عايزاها، او نكتب مباشرة براحتكم خالص كلمة اللقاء 11. ممكن هنا طبعا هنا في خطأ صح، نركز اهم حاجة واحنا بنكتب. ممكن بقى اعمل العكس، اخلي الكتابة دي غامقة الاول، وبعد كده اضغط عليها ضغطة مطولة تاني علشان ادخل على انشاء رابط، واعمل لصق كده اعطاني انشاء رابط. شوفوا بس خليها رفيعة كما كانت، لا انا هخليها غامقة. تمام كده اعطاني انشاء رابط. تمام كده. طيب هنكمل اللي بعد كده اللقاء ال12. طب نعمل صحيح، ادي اللقاء ال11 مظبوط، يبقى انا كده عملتها مظبوط. نعمل كمان اللقاء ده،
كده وداني بالفعل على اللقاء 12، وعرفنا ازاي اعمل انشاء رابط. ان شاء الله لنا لقاء اخر مع معلومة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.